السلام عليكم متتبعي قناة حلويات كراميلا. اليوم غادي نشوفوا طريقة تزيين سلطة على شكل سمكة. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد. نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير، هنا عندي ديال الروز اللي سلقته في الماء، سلقته سلقه عاديه في الماء. عندي هنا الجزر اللي قطعته بهذا الشكل طولي وتا هو سلقته في الماء والملحه. عندي هنايا قسمته على جوج حيت عندي هنايا قطع صغار وهنا عندي قطع اللي هما كبار. عندي هنا زيتون كحل، بيضه ما غاديش نستعملها كلها، غنستعمل واحد الجزء منها. وعندي هنايا لا مايونيز اللي سبق لي وحضرتها، تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. هذه مايونيز اللي بدون بيض، وكذلك فيها التوابل، داكشي باش ما غاديش نتبلوا هاد الروز. فيها التوابل. هنا بالنسبه لهاد الكميه هذه ما تقيدوش بها، لان على حسب السلطه اللي غنديروا وعلى حسب التبصيل اللي غادي نقدموا فيه هاد السلطه. انا غادي نديرو في هاد التبصيل. نتوما الا كان عندكم تبصيل كبر من هذا او لا صغر من هذا غادي تحكموا نتوما في الكميه. نبداو على بركه الله. هنايا نقسم الكميه ديال الرز، غادي نخلط شويه بشويه ونشوف باش ما نخلطوش كله بلا مايونيز. غادي ناخذ ملعقه ديال لا مايونيز اللي سبق لي كما قلت وحضرتها، راها كتجي رائعه لا في المذاق ولا كذلك في القوام ديالها. نخلط مزيان. هنا بعد ما خلطنا الرز بلا مايونيز كناخذوا كميه، وهنايا غادي نحاولوا نعطيو شكل سمكه لهذا الرز هذا. نحاول ندير هذه السمكه شويه تكون عريضه كيجي فيها منظر احسن. هنايا بعد ما شكلت هذا الروز على شكل سمكه دهنته شويه هنايا بالمايونيز اللي بقات ليا باش نثبت فوق منه هاد الجزر. كناخذوا الحبات ديال الجزر وكنبداو نمشيو بهذه الطريقه هذه، وحده حدا وحده. وحنا غاديين كنجيو هنايا كنحطو فوق هاد الجزرات هادو، فوق منهم كنحطو طبقات ثانيه، كنخليو غير هاد البلاصه هذه هي اللي كتبان. انا مازال مستمره. هنايا بقيت غادا معاه حتى كملت، وصلت حتى الجزء الاخر هنايا بالجزر. كناخذ البيضه كنقطعها، كنحاول ناخذ هذا الجزء هذا كنحيد له هذا الصفر وكنحطو ببساطه هنايا. كنجيب زيتونه كحله كنثبتها هنايا. عندي هاد الزيتون هذا قطعته شرائح بحال هذا الشكل هذا، كنديرو هنا. هنايا كناخذ هاد الجزر وكنديرو هنايا بهذه الطريقه. درت هنايا لا مايونيز باش تثبت ليا هاد جوج قطع. هنايا كنجيب الخس كنغسلو مزيان وكنقطع، كنحاول ناخذ غير دوك القطع الصغار ديال الخس وغادي نثبتو هنايا باش نديرو الذيل ديال السمكه بهذه الطريقه. كذلك هنايا كنشيهم تحت الرز.
هذه كانت فكرة بسيطة في تزيين لي سالاد. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.